السفينة تشق البحر متوجهة إلى بغداد، وصديقنا سندباد غارق في نوم عميق، وهو سعيد لأنه سيرى والديه بعد غياب طويل. ولكن السفينة غيرت فجأة اتجاهها، كانت تحتاج إلى مؤونة من مياه الشرب قبل العودة إلى بغداد. أسرعوا يا أخوان، سنصل إلى البر. هل وصلنا بهذه السرعة؟ وصلنا يا سندباد. هذه جزيرة العنقاء، صحيح هي المصيبة. سأخبر القبطان حالا. أيها القبطان، ما بك يا سندباد؟ أرجوك أوقفهم فورا. تريد النزول إلى البر؟ أنت أيضا؟ لا، لن أذهب هناك. انظر جيدا، انظر. ما هذا البيت الغريب؟ أعتقد أننا سنجد فيه حاجتنا من الماء. هذا ليس بيتا، إنه بيضة العنقاء. ارجعوا حالا، لا تنزلوا إلى البر. لا، ماذا ستفعل يا سندباد؟ يجب أن أوقفهم. لا تفعل يا سندباد! سندباد! أرى يا باب لهذا المنزل. لم لا نحطم هذا الحائط؟ لم لا. يظهر أنه حائط سميك. صحيح. نستعمل هذه الشجرة. عظيم. الآن. لا تفعلوا هذا. ما هذا؟ سائل موحل؟ كسرتم بيضة العنقاء. بيضة العنقاء. سندباد، هيا آتية. العنقاء، انظروا هناك، مثل الذهب. عنقاء قادمة إلينا. أرجو بحياتكم. يا إلهي. ارفعوا الأشرعة، يجب أن نهرب بسرعة من هذا المكان. العنقاء تحمل صخرا لترمي به السفينة.
نحن الآن؟ طبعا لا، لا أعرف شيئا. عندما تأكدت أني لا أزال حيا بدأت أشعر بالجوع. سأقوم بجولة استطلاع حول الجزيرة. صباح الخير يا سيدي. ماذا تفعل في مكان مثل هذا؟ أفكر في اجتياز هذا النهر. فكرة؟ إذا قطعت النهر يمكن أن أصل إلى قرية. ماذا تريد مني؟ خذني إلى هناك، أتفعل ذلك؟ ها؟ آخذك إلى هناك؟ ركبتاي متعبتان، لا أقدر أن أسير وحدي. أتحملني إلى الضفة الثانية من النهر؟ نعم، سأفعل ذلك من أجلك. صحيح ستفعل. شكرا. أدر لي ظهرك. الآن احملني هيا. هيا بنا. وصلنا يا سيدي، أرجوك أنزل عني. كان الأمر ممتعا، احمل لي قليلا بعد. طلبت مني فقط أن أنقلك إلى الضفة الثانية. على الشباب أن يهتموا بالشيوخ. أقفل فمك. لكن لا 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 لا، فهمت، لا تخنقني. سأحملك قليلا، أبعد ساقيك عن رقبتي. احملني إلى التلة هناك. متأكد أننا سنجد قرية على التلة؟ حسنا، سأحملك ولكن إلى التلة فقط. سندباد، أين ذهب؟ هذه الجزيرة غير آمنة. أين ذهب وحده؟ أرجو أن لا يكون وقع في مأزق. لا، ما عدت أقوى على المشي. أنا مرهق. أرجوك انزل أيها العجوز الغالي، أرجوك. بدأت أحبك يا ولد. أريد منك أن تبقيني هكذا بعد قليلا. لا، أنا وفيت بوعدي لك. انزل حالا من على كتفي. أنت لطيف فعلا. قل ما اسمك يا ولد؟ سندباد، انزل فورا عن ظهري. اصمد يا ولد. لست أرجوك. هيا اصمد. حسنا سأمشي. فهمت. أنت سعيد لأني أحملك على كتفي، ولكن إلى أي مسافة تريد أن أحملك؟ أنا متعب جدا، دعني أرتاح قليلا. لا، يظهر أنك شاب قوي. أنت جالس على كتفي، أما أنا فأحملك على كتفي. أرجوك انزل. واحد ورجل أيضا. عفوا أيها الصديق، أريد أن أطرح سؤالا. أتعرف من هو هذا الرجل العجوز؟ أرجوك.
رجل عجوز، يا إلهي! ما الذي أرعبه هكذا؟ لا أعرف، ربما شاهد حلما مخيفا. أظن أنك لا تقدر أن تشرب وأنا على ظهرك. غريب، أكان ما رأيته وهما؟ الفكرة ترعبني، لن أحمله مرة ثانية. هكذا أفضل، أقدر أن أهرب وهو نائم. كم صرت أكره هذا الرجل. الوداع، عليك أن تمشي بنفسك. ولد أحمق يظن أنه قادر أن يهرب مني. كيف يمكن عجوزا مثله؟ أنذهب الآن؟ نعم نعم. ما هذا الرجل العجوز؟ كيف يعاملني